ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اكلة المستعجلين. انا كنت برا وجايه بقى ايه متسربعه وعايزه اعمل اكل بسرعه، بسرعه الصاروخ. فما لقيتش غير الكبده. طبعا بنقطع لها الكبده، يعني فلفل اخضر قطعي على قد ما تقدري. الكبده دي انا كنت جايباها متبله، بصراحه انا بحب اتبلها، بس بقى ايه ما كانش قدامي وقت فاشتريتها متبله جاهزه. تمام، بحط حبه زيت حلوين كده في الطاسه بتاعتي، واحط الكبده، وبعد كده بحط عليها بقى الفلفل الاخضر زي ما احنا شايفين الكميه ما شاء الله. فالكبده كل ما تكتري الفلفل وكل ما تكتري الثوم بتبقى حلوه قوي. تمام. هنا هي كان عليها تتبيله، بس برضو عارفين حطيت لها برضو تومه تانية من عندي، وظبطت الملح والكمون وتقلبتين حلوين كده، وغطيت عليها عشان كمان تستوى البخار يسويها. ماشي، وباذن الله المره الجايه هعمل معاكم الكبده وانا اللي هتبلها بايدي واوريكم التتبيله الجباره اللي انا بعملها لها. طبعا طفيت عليها وحطيت لها خل وحطيت لها ليمون. الخل والليمون لازم بعد ما تطفي عليها، عشان لو فضلتي مولعه النار الحاجات دي ايه ريحتها هتروح من الكبده خالص. هنا كنت بقدمها بقى. وفي تركايه كده حلوه قوي، مش عارفه يمكن مش كلكم عارفينها. انا بحب اسيب شويه زيت كده مكان الكبده، وبعمل فيه الفول ده انا اللي عاملاه بايدي. انا اللي مصنعاه من اوله لاخره، كنت بكيسه في الفريزر، طلعت كيس كده مكان الكبده وحطيت شويه ميه زي ما احنا شايفين، وملحك بقى وكمونك فهماني، وتقليبه حلوه كده يسخن معاكي وهيبقى زي العسل، لان هيبقى واخد من طعم الكبده الجبار. كنت عامله طحينه، ودي بواقي الطحينه بتاعتي، حطيت معلقه كده على الفول. ودي كانت السفره بتاعتي، بطاطس محمره بقى والكبده والطحينه والفول الجبار.